He gets his inheritance this afternoon. That's why we're moving. We're going to bear all our bills off that we need to pay off and then take a long vacation. قبل 24 ساعة على الأحداث ديال هذا الفيديو اللي كتشوفوا قدامكم. الزوج ديال السيدة اللي الاسم ديالها آينا واللي كان الاسم ديالو ستيف غادي ينقلوه بالهليكوبتر المستعجلات بسبب الحالة الخطيرة اللي كان فيها، علما أنه غا ساعات قليلة من قبل. السيد كان صحة سلام وما فيه حتى شي حاجة، ولكن فجأة الصحة ديالو كلا صدق، وتما الأطباء في الأول ما غادي يفهموا والو كيفاش هاد السيد ما فيه حتى شي مرض، ولكن فجأة الصحة ديالو طفات في مرة وعيو ما يتقاتلوا باش يعتقوا الحياة ديالو. ولكن مع الأسف بعد ساعات قليلة في المستعجلات غادي يوصل الخبر الوفاة ديال ستيف. الزوجة ملي وصلها الخبر غادي تبدا تبكي وتغوت وتنطر، والحاجة اللي عادي واي زوجة اللي وصلها الخبر الوفاة ديال الزوج ديالها فراه غادي دير نفس الشيء او لا اكثر. هنا البوليس اللي وصلوا لها الخبر بطبيعة الحال بقات فيهم بزاف وغادي يحاولوا يعاونوها ويواسيوها واحد شوية، ولكن اللي ما كانوش عارفينه وهو انه ديك السيدة تستحق الجائزة ديال الاوسكار، وهي في الحقيقة راه شيطان على صفة انسان. وفي هاد اللحظات اللي كانت دايره فيها مصدومة وما عارفة والو، هاد السيدة كانت عارفة بزاف ديال الحوايج على الموت ديال راجلها، حيت من بعد في التحقيق البوليس غادي يكتشفوا بلي هاد السيد كان غادي يورث واحد المبلغ كبير ديال 37 مليون ديال الدولار. اي كما سمعتوني، 37 مليون ديال الدولار، الفلوس معلم. وكان في ديك الايام غادي يستلم داك المبلغ، وفي هاد الظرفيه فجاه الصحه ديالو بدات كتاكل الدق. وهنا غادي يبدا واحد التحقيق دقيق باش يعرفوا اشنو طرا لهاد السيد بالضبط، واهم حاجه وهي شكون هو العقل المدبر مورا هادشي كامل. والسؤال هو واش فعلا كانوا الناس طامعين في داك المبلغ اللي كان غادي يورث ستيف، اولا الموتة اللي جاتو موتة الله وما كاين حتى شي واحد من مور ديك الشيء. والمهم في الحلقه ديالنا ديال اليوم غادي نعرفوا كاع التفاصيل والاحداث ديال القصه ديالنا صوت وصوره كما كان وعدكم ديما. ومن هنايا تنقول لكم الا كان عزيز عليكم هاد النوع ديال المحتوى فراني تنحط حلقه كل سيمانه، وفي غالب الاحيان نهار السبت بالليل. ودابا نبغيكم تشدوا بلاصتكم ديروا الكيت ويلا بينا نبداو القصه ديالنا. هذا المقطع ديال الفيديو اللي كتشوفوا قدامكم غادي يتسجل 24 ساعه قبل الموت ديال ستيف، واللي كانوا فيه البوليس قاصدين الدار فين ساكنه آينا والزوج ديالها، حيت كانوا يلا عيطوا ل 911 بسبب واحد الجار ديالهم اللي كان فين ما تيسكر تيسخط عليهم ديال بصح، وتيمشي تيبدا يفرع عليهم الباب، تيدق عليهم في السراجم وتيبدا يغوت ويحيح عليهم برا. وهما باش يتجنبوا المشاكل والصداع فقرروا باش يعيطوا للبوليس، وهما اللي غادي يفاريو هذا المشكل كامل. وهنا آينا خرجت استقبلاتهم وبدات كتشكى ليهم وكتعطيهم كاع التفاصيل ديال داكشي اللي كان تيدير داك الجار، وتقول لهم ودي هاد السيد راه فين ما تيسكر تيقصدنا، ويبدا يفرع في الباب ويفرع في السراجم وتيحاول يبروفوكي الراجل ديالي باش يدابز معاه. وحنايا ناس خاطينا الصداع وما باغينش المشاكل، وزيد عليهم الفوق راه ماشي حنا الوحيدين اللي كتشكاو من هاد السيد، راه هاد الحومه كامله كيتشكاو منه كاملين. فالله يجازيكم بخير، شوفوا لنا شي حل مع هذا السيد راه قهرنا في حياتنا. البوليس ملي كانوا كيتصنتوا ليها كانوا بطبيعه الحال بعض المرات كيسولوها بعض الاسئله باش يحاولوا يتعرفوا على بعض التفاصيل ويعرفوا يتصرفوا مع داك الجار ملي يدويو معاه. وغادي يبقاو على هذا الحال حتى غادي يوصلوا لواحد النقطه فين البوليس غادي يسولوا آينا على الزوج ديالها ستيف، وغادي يقولوا لها الله يجازيك بخير سير كلم لينا الزوج ديالك. هي غادي تقول لهم ودي راه داخل في الفراش وراه عيان ما فيه اللي يتحرك. وما يقولوا لها الا ما كانش قادر يخرج الا كان مسموح ندخلوا حنا عنده للدار ونسولوه بعض الاسئله وناخذوا الاقوال ديالو ونمشيو بحالنا. انا قالت لهم عرفتي شنو، تسنى واحد شويه انا نعيط ليه. مشات دخلت للدار وموراها رجعت ثاني وهي تقول لهم اودي راه راجلي ستيف ما كاينش في الدار وراه خرج بلا ما قالها ليا. انا البوليس شافوا فيها وقالوا لها معليش ماشي مشكل، ولكن غير عطينا شي نمره باش نعيطوا ليه وناخذوا الاقوال ديالو. قالت لهم اودي راه ما عنده حتى شي نمره، الزوج ديالي ما كيستعملش كاع التليفون، واخا ما كاين حتى شي مشكل واش واخا تقول لنا فين تعمر ديما. انا قلت لهم اودي راه راجلي فين ما تيكون خارج ما عمرو ما قال لي فين تيكون. المهم دخلتي تلقات عليهم ديك اللعبه ديال سبق الميم ترتاح. شنو ما قالوا ليها كتقول لهم ما عرفتش ما كاينش ما عندوش ما عرفتش فين مشى. المهم ما كتعطيهمش راس الخيط. البوليس في ديك اللحظه ما كانوش راهم في شي تحقيق، فلهذا ما غاديش يحكروا بزاف على ستيف. ولكن هنايا آينا ملي كانت كدوي معاهم غادي تخرج ليها واحد الهضره واللي من بعد غادي تخلص عليها ثمن غالي. والكلام اللي قالت لهم هاد السيده وهو انه الزوج ديالها غادي يحصل على واحد المبلغ اللي كان غادي يجي في الورد ديالو، وبسبب داك المبلغ غادي يوليو عايشين الرفاهيه والحياه ديالهم غادي تبدل، واخيرا غادي يقولوا الفقر باي باي. ومن هنا آينا ما غاديش تسكت، غادي تبدا على البوليس اودي راه حنا موجدين نسافروا وصافي غادي نخليو هاد الحياه الفقر مورانا، وغادي نخليو هاد الحياه المرض وهاد الجار ديال الزفت، وغادي نتحركوا بحالنا من هنا ونشريو شي قصر. المهم السيده بدات كتحط لهم كاع البلانات اللي غادي يديروا بدوك الفلوس. البوليس كانوا كيتصنتوا له وهي كتطلق عليهم هاد السحيري ميري ديالها، وهما في دماغهم هاد الشيء تيجيهم زايد ناقص وما غادي يفيدهم في حتى شي حاجه.
والفلطه اللي داروه هي ما ردوش البال على داك المبلغ اللي قالت لهم اينا. فهما ملي سمعوا 37 شي حاجه ديال الدولار في دماغهم قالوا راه تكون هي شي 37,000 اولا 370,000، المهم شي حاجه بحال هكا. ولكن ما كانوش يظنوا بلي هذيك راه 37 مليون ديال الدولار، فلوس صحيحه معلم تما. وهاد الكوبل كانوا عوالين في النهار اللي غادي يشدوا فيه دوك الفلوس، غادي يخلصوا كاع دوك الديون اللي كانوا عليهم والكريديات، وفين ما تيسالهم شي واحد شي حاجه يعطيوها ليه، ديك الدار يطلقوها، ومن تم غادي يمشيو يسكنوا في شي فيلا ولا شي قصر، المهم غادي يعيشوا الحياه. صافي هنايا البوليس غادي يتصنتوا لكاع داكشي اللي قالت، وقبل ما يمشيو غادي يقولوا له ودي الا جا الزوج ديالك فما تنساش تقول ليه باش يدوز عندنا الكوميساريه وناخذوا الاقوال ديالو. صافي ومن تما غادي يمشيو بحالهم. ستيف اللي غادي يجي للدار في ديك الليل والو واش بغى يجي النعاس، وكان تيحسب في الدقائق وكيتسنى امتى الصباح يصبح باش يمشي يستلم داك المبلغ الكبير اللي كان تحلم به حياته كامله. وفعلا الغد لي ستيف والزوجه ديالو اينا غادي يتجهوا نيشان للمطار، ولكن ماشي بوحدهم، وانما كانوا معهم واحد جوج ديال الاصدقاء، الاول الاسم ديالو بيلي والثاني الاسم ديالو واس. وكاملين غادي يمشيو للمطار باش يتلاقاو مع المحامي اللي كان مرسي مع ستيف، باش تما في المطار غادي يرجلوا المسائل ديال الورث كامله. وفعلا مربعه بهم غادي يمشيو للمطار وغادي يبقاو يتسناو داك المحامي تما، تسناو الساعه الاولى، الساعه الثانيه، الثالثه، والو مازال ما بان حتى شي اثر ديال هذا المحامي. وفاش تيدوي معاه في التليفون وتيقولوا ليه واش قربتي للمطار، التليفون ديالو ما بقاش تيجاوب. وهنا في هاد اللحظات فين كانوا كاملين كيتسناو في المطار، ستيف فجاه غادي يبدا يحس براسو ماشي هو هذاك، وبحال بدا تيحس بالكرش ديالو كتقطع، ومورا نيشان غادي يبدا يرد كاع داكشي اللي كلا حاشاكم. المهم السيد بدا الدات ديالو كتاكل الدق شويه بشويه، وملي زاد عليه الحال بزاف صاحبو واس غادي يرجع معاه للدار باش يعطيه شي دوايات ويخليه شويه مشبت فوق الفراش ويرتاح شويه. فاما الزوجه ديالو بيلي غادي يبقاو في المطار باش يتسناو داك المحامي على ما يوصل، وإلا ما بانش داك المحامي يعني حتى دوك الفلوس ما غاديش يحلموا بهم. ودابا في هاد اللحظات بالضبط كان ستيف مع صاحبو واس في الدار، واللي كان مريض بزاف وطايح فراش، وفي الطرف الثاني كانت اينا مع بيلي كيتسناو داك المحامي في المطار، ولكن لحد الان مازال ما كاين لا فلوس لا والو. فغادي يبقاو يتسناو داك المحامي بالساعات وما غاديش يبان. فني اينا غادي تفكر مع راسها وغادي تقول صافي راه خصني نرجع بحالي حيت هاد المحامي راه ما غاديش يجي، وممكن تكون طرات ليه شي حاجه. وهنايا فكرت تعيط ورجعت بحالها للدار. ستيف غادي يدوز داك النهار كله غير في الفراش، والصحه ديالو كلها واكله الدق. ولكن الامر اللي غريب هو السيد غادي يصبح لغد ليه مكرفس ديال بصح وكله سخفان لدرجه انه ما يقدرش يحل عينيه. فهنايا اينا ملي شافت القضيه حامضه في البلاصه غادي تعيط ل 911 وغادي تقول لهم بلي راجلها في النهار اللي قبل فرعته الشمس ودارت ليه السخانه، ودابا راه مصاحط وتيموت، فاجيو دغيا تقول الروح. فمني جاو البوليس والاسعاف في نفس الوقت غادي يلقاو ستيف فقد الوعي، ومن فصلو سخ الخرده ديال الحوايج غادي يهزوه من تما وغادي ينقلوه نيشان للمستعجلات. اينا في الطرف الثاني كانت مصدومه ما فاهمه والو، كتقول كيفاش هاد الراجل يلاه يومين من قبل كان بخير وعلى خير والصحه ديالو واقف بحال العود، وغير من البارح اليوم السيد صافي ما بقاش قادر يحل عينيه، ما يمكنش هادشي سيطرا. فهنا اكدت البوليس بلي هادشي اللي جا راه بسبب الشمس اللي تعرض ليها النهار قبل، وغالبا غادي تكون هي اللي دارت ليه هادشي. هنا البوليس بطبيعه الحال غادي يثقوا في داك الكلام اللي كتقول حيت ما كانش عندهم حتى شي سبب علاش يشكوا فيها. فمن بعد ما خداو الاقوال ديالها غادي يبقاو معاها باش يواسيوها ويحاولوا يطلعوا عليها المورال. المهم واقفين معاها وقفه ديال بصح، ولكن مع الاسف ومن بعد ساعات قليله اللي دوز ستيف داك المستعجلات، ستيف ما غاديش يعاود يحل عينيه وغادي يفارق الحياه. فهنا جا الوقت باش نتعرفوا على الصديق ديال ستيف بيلي، واللي في نفس الوقت كان الجار ديالو، واللي غادي يلعب واحد الدور مهم في هذه القصه. حيت بيلي من بعد ما سمع بلي صاحبو ستيف مشى عند الله في المستعجلات، خلاص غادي يعيط البوليس باش يجيو عنده للدار. وحدهم وقفوا وحده غادي يقول لهم شوف من الاخر صاحبي ستيف قتلو شي واحد، وشكون ما كان هذا الشخص اللي قتلو فراه دار ليه التوكال اللي هو السم. والغريب في الامر شنو هو؟ وهو انه بيلي ملي كان تيقول هادشي كامل وجهه ما كانش يحيد على الدار فين ساكنه اينا، يعني بحال كان باغي يوصلوا واحد الرساله ولكن بلا ما يذكر حتى شي اسم. فهني الزوجه ديال ستيف كانت كتطل المسترجم ملي كانوا البوليس كيدويو مع بيلي، وفي البلاصه سمعت داكشي اللي قالو هي تنقز وهي تخرج من الدار كتغوت، وراه راجلي ما ماتش يا عباد الله، راجلي ما ماتش. بيلي تيدير فيها هذيك وتيخليها حتى كتسالي الهضره ديالها وتيقول لها ستيف مات وانت عارفه هادشي مزيان. يعني بحال ديك القنبله المؤقته في بلاصه تفرقعات وبدات كتقول ليه لا وكذا وكيفاش تقول عليها هاد الهضره. المهم البوليس هنا غادي يقولوا لها شوف انت بقى بحالك في الدار
ما تقول والو، خلينا ندويو مع السيد. ومراه غادي يعاود لهم بلي النهار قبل ما يمشيو للمطار ستيف كان غادي وما فيه حتى شي حاجه، ولكن من بعد في البلاصه الصحه ديالو غادي تنهار في مره، وكان تيلمح لهم بلي اينا كانت باغا تفارق مع ستيف وتيحاول يوصل لهم بلي هي اللي ورا هادشي كامل، والموت ديال ستيف ما عندها حتى شي علاقه بالشمس كما قالت لهم. اينا في جهه ثانيه سمعت الهضره اللي كان تيقول لهم بيلي وجات بغات تدخل وبدات كتغوت، ولكن البوليس غادي يحبسوها وداوها حتى لقدام باب دارها، وتما غادي تبدا تبكي وتقول لهم بلي دوك الجيران الناس اشرار وقلبهم كحل، وتا هي كانت كتلمح لهم بلي داك صاحبو بيلي غالبا غادي تكون عنده واحد اليد كبيره في هذا الموت اللي طرات للزوج ديالها، وغادي تزيد تقول لهم من الفوق بلي يلاه اتصل بها الطبيب وقال لها بلي الزوج ديالها جاه تسمم. هنا البوليس لاحظوا بلي شي ولا باغي يلصقها في شي، وما عرفوش شكون في الاطراف اللي تيقول لهم الصراحه، ولكن الحاجه اللي كانوا متاكدين منها وهي ستيف مات مقتول. وهذه هي رده فعل ديال اينا ملي غادي يوصلها الخبر النهائي ديال الموت ديال ستيف. I thought everybody knew. I'm sorry. Don't tell me anything. Oh my God! I guess the son is on his way here. Okay. Apparently the son is on the way here. So. Yeah. وكما شفتوا في هذا المقطع اينا غادي تخربق البوليس بداك التصرف اللي دارت. في الاول غادي تبان كتبكي وكتوجع بالحزن ملي سمعت الخبر الوفاه ديال الزوج ديالها، ولكن في البلاصه ملي قالوا لها راه ولدو جاي جمعات الوقفه وبدات كتصرف عادي بحال ما كاين والو. وهنا بدا كيتوضح البوليس بلا القضيه 100% فيها شي حاجه، وديك السيده في قلبها العجينه. هنا البوليس غادي يجمعوا كاع الناس اللي قراب من ستيف، وبالاخص الناس اللي تلاقاو معاه في اخر الايام ديالو قبل ما يموت، واللي هما الابن ديالو اينا، بيلي والزوجه ديالو وبعض الجيران اخرين. وهنايا غادي يطرا واحد البلان اللي في شكل، حيت الزوجه ديال بيلي غادي تقول للبوليس باللي في واحد من الايام اللي كانت مجمعه مع اينا كانت قالت ليها باللي الا مشات تا ستيف وزغبو شي نهار بغى يسمح فيها فراه والله لا خلاتها فيه. راه عندي واحد البرودوي اللي الاسم ديالو انتي فريز وراه دقه بطله، راه الا عطيتيه لشي واحد يشربو لا غد ليه تصبح مجبد. وهنا البوليس ملي سمعوا هذا الشيء وبالصدفه ملي خرجوا النتائج ديال التشريح غادي تبين على انه الدم ديال ستيف كانت فيه واحد الكميه كبيره ديال ديك الماده نفسها اللي دوات عليها اينا. ويعني هنايا واش هادشي كامل صدفه؟ ما كنظنش، اولا احتمال كبير يكونوا بيلي ومرتو متفقين على هاد الهضره، والله اعلم. المهم حتى لهنايا القضيه مازال ما واضحاش بزاف، والبوليس ملي غادي يوصلهم التقرير وتاكدوا باللي ستيف مات بتسمم غادي يقرروا باش يفتحوا واحد التحقيق في هاد القضيه، وغادي يستعيو بزاف ديال الناس باش ياخذوا الاقوال ديالهم في الكوميساريه، ومنهم اينا بطبيعه الحال. فهنايا الزوجه ديال ستيف ملي شافت القضيه كتحماض فغادي تفكر في واحد الحل جهنمي باش تبعد راسها من هادشي كامل، وغادي تعيط للبوليس باش يجيو عندها للدار. وهنايا غادي تحاول توصل لهم باللي الجار ديالها بيلي واللي كان صاحب ستيف هو اللي غادي تكون عنده واحد العلاقه كبيره في هادشي كامل، حيت من نهار ما ستيف هو تيجي تيحاول يهز ليه الطوموبيل ديالو. وقالت لهم ملي مشيت وقلبت في طاروت الزبل ديال الكراج ونلقى واحد البرودوي اللي الاسم ديالو انتي فريز، وبدات كتبين لهم باللي راه غالبا هو مول الفعله. البوليس فعلا غادي ياخذوا الاقوال ديالها وغادي يمشيو، ومورا البوليس غادي يحاولوا ياخذوا الاقوال ديال كل شيء، منهم واحد الجاره ثانيه اللي الاسم ديالها ريبيكا واللي غادي تلعب حتى هي واحد الدور مهم في هادشي كامل. هاد السيده في الاول غادي تبدا غير تدخل وتخرج في الهضره، وبعض المرات كاع كتخرج على الموضوع، ولكن المحققين غادي يقدروا يخرجوا منها شي حوايج اللي غادي ينفعوهم من بعد. حيت هاد السيده ريبيكا قالت لهم بلي ستيف هادي عامين من قبل كان بخير والصحه ديالو مزيانه، السيد تياكل مزيان، خدام على راسو، عاطي على السبور، المهم عايش واحد الحياه منظمه. ولكن من بعد ما تلاقى مع هاد السيده اينا السيد غادي يتفلس وغادي يولي يعطيها غير لا دروغ، غادي يهجم عليه العكس، الماكله ما هي ماكله، حتى غادي يوليو عايشين في ديك الدار بحال شي مزباله. وكان ستيف فين ما تيتلاقى مع ريبيكا ديما تيقول لها على الورث اللي كان غادي يجيه، حيت كان ديما تيكذب على الناس وتيقول لهم راه غادي يجيني غير واحد المبلغ ديال 2 المليون ديال الدولار، وما عمر ما قال حتى شي واحد على انه داك المبلغ راه غادي يوصل ل 37 مليون دولار من غير اينا بطبيعه الحال. وزاد قالت لهم بلي ستيف كان من ديما تيقول بلي غادي يخلي واحد الوصيه واللي غادي يكتب فيها كل شيء للزوجه ديالو اينا. ولكن شهور قليله من بعد ستيف غادي يتلاقى ثاني مع ريبيكا، ولكن هذه المره كان ساخط وغادي يقول لها عرفتي شنو، شتي هذيك خيتي اللي عايشه معايا وبربي لا خدات مني السنت، شتي السنت بربي لا خداتو، وعقل عليها شتي نهار نشدوك الفلوس والله لا عاودت شافتني. وبطبيعه
بطبيعه الحال الهضره اللي قال ستيف لريبيكا ما غاديش تبقى غير بيناتهم، الهضره دغيا كدور حتى غادي يوصل داك الخبر نيشان لاينا. فانا اينا ساقت الخبر وعرفت ستيف علاش طاوي، وهادشي بالنسبه للبوليس مهم بزاف. فانا غادي يشكروا ريبيكا على كل شيء وغادي يصدروها تمشي بحالها. هنا البوليس بقاو ليهم جوج ديال الاشخاص اللي غادي ياخذوا الاقوال ديالهم، الاول الابن ديال ستيف والثاني بيلي. المحققين غادي يديو يجيبوا معاهم في الهضره ولكن ما غادي يفيدوهم حتى شي معلومه جديده، كاملين تيقولوا نفس الهضره. واينا هي اللي غادي تكون عندها واحد اليد كبيره في هذا الموت ديال ستيف. وهنا البوليس غادي يقرب اللي جا الوقت باش غادي ينزلوا واحد الخبر اللي غادي ينزل بحال الصاعقه على الجميع. راه ما يمكنش كل شيء غادي يتسعق. غتقولوا لي كيفاش الخبر؟ واحد الخبر غادي يقولوا البوليس اللي غادي ينزل بحال الصاعقه على الجميع، وانتم براسكم غادي تصدموا في كل شيء. وانا متاكد بلي حتى شي واحد فيكم لحد الان ما كان ناوي غيطرا هذا الشيء، حيت من بعد ما داروا البوليس واحد التحقيق في هذه القضيه كامله غادي يكتشفوا اللي داك الايميل اللي وصل لستيف راه نصب واحتيال، وما كاين لا 37 مليار لا والو، وغير شي واحد اللي صيفط لهم داك السكام. اما في الحقيقه ما كاين لا 37 مليار لا ورث لا والو، كل شيء غنصب واحتيال. وهذا الشيء خلى ستيف وعرام ديال الناس موراه، كل شيء متيق باللي غادي يولي لاباس عليه وغادي يقول الفقر باي باي. وهذا الخبر بالضبط خلى ستيف لمده سنين وهو ما خدام ما ردام ما والو، حيت كان تيقول في دماغه راه غادي يجيني هذا القدر ديال الفلوس غادي نريح ونتجبد مع راسي حتى يوصل الوقت فين غادي يجيني داك المبلغ وموراه غادي نتفتح ديال بصح. وهذا الشيء تيفسر لينا بالضبط داك النهار فين كانوا غاديين كاملين بربعه بهم المطار باش يتلاقاو بداك المحامي واللي ما عمره ما بان، حيت راه اصلا ما كاينش كاع حتى شي محامي في الاصل، فراه كان تيدوي معاهم غير داك الشخص اللي كان تينصب عليهم في الانترنت وداير راسو راه محامي. فاما هو في الاصل راه ما كاين والو. ودابا داخلت عليكم من الله، واش كاين شي محامي عز معاه وثائق اللي كيسواو 37 مليار ديال الورث غادي يدير مع الناس الورثه يتلاقى معاهم في المطار دغيا باش يقول دوك المسائل اللي سنيو الاوراق في دغيا في التيرمينال باش داك المحامي يشد الطياره ديالو ورجع بحالو لبريطانيا؟ هادشي راه ما كاينش. فراه هادشي راه خصو ضروري واحد الجلسه في واحد المكتب وكلشي مكونسونطري والشهود وكذا من هنا وكذا من لهيه. راه 37 مليار هذيك راه ماشي اللعب. فهادشي اللي حققتي فيه غير شويه فراه تيبان شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن بعض المرات الفلوس كتعمي بنادم وما تيبقاش يشوف ابسط الامور قدامه. المحققين بعد ما جمعوا كاع الاقوال ديال كل شيء وجمعوا المعلومات والادله وكاع داكشي اللي خاصهم، اخيرا جا الوقت باش يصفيو الحساب ومول الذنب ياخذ العقوبه. فغادي يمشيو نيشان عند اينا باش يبداو معاه واحد التحقيق جديد، والمحققين كانوا واجدين ديال بصح حيت غادي يلعبوا عليها واحد البلان ديال هبل تربح. حيت ملي كانت اينا كتعاود لهم الفيرسيون ديالها كانوا دايرين راسهم مكلخين، واينا كانت ديما كتبين بلي الجيران هما السبب في هذه المشاكل كامله، وقالت لهم بلي راجلها كان بلي من المخدرات وشارب بزاف وهذا الشيء حتى هو اثر عليه. ولكن في التحاليل ديال الدم تيبينوا على انه كاع ما كاين حتى شي اثار ديال الكحول في الدم. وزيد عليهم الفوق اينا قالت لهم في الاول بلي مشاو بربعه بهم للمطار باش يتلاقاو بالمحامي، ودابا كتقول لهم بلي ستيف كاع ما مشاش معاهم. المهم كانوا المحققين عارفين بلي هاد السيده كانت عطاها غلق نبول وحتى شي حاجه من ديك الهضره اللي كانت كتقول لهم ما مطابقه مع الواقع. وملي غادي يواجهوها وقالوا لها شوف ارخف شويه وهادشي كامل اللي كتقول راه حنا عارفينو كذوب. فدابا جينا من الاخر وقول لينا الصراحه. هنايا اينا في البلاصه غادي يتبدل فيها اللون وقالت لهم بغيت محامي. فهنايا كما كتعرفوا فين ماشي واحد تيطلب محامي هادشي يدل على انه دوك المحققين ما بقاش عندهم الحق باش يكملوا داك التحقيق ديالهم، وفي البلاصه ما خاصهم يزيدوا حتى شي كلمه مع داك السيد. وهادشي اللي دارت اينا في البلاصه قالت لهم بغيت المحامي حيت عرفت بلي وقت اللعب سالا وجا الوقت باش تخلص الدين اللي عليها. وفي هذا الوقت كامل فين كانت اينا كتحاول تثبت البراءه ديالها، كل مره كتقول للمحققين شي فيرسيون جديده، مره تقول لهم ودي راه هو اللي شرب ديك الشيء وبغا يموت، ومره تقول لهم راه بغاو يقتلونا بجوج. وهنا البوليس اخيرا غادي يحصلوا على واحد الرخصه ديال التفتيش للدار ديال ستيف واللي كانت جالسه فيها اينا، وتما اخيرا غادي يلقاو العديد ديال المشروبات بحال اتاي والشراب وكلهم كانوا مخلطين بديك الماده اللي فيها الانتي فريز واللي هي بالضبط قتلت ستيف. واخيرا من بعد هذا القطار ديال الدراما والكذوب البوليس غادي يعتقلوا اينا واللي هي براسها غادي تعترف في المحكمه على القتل الزوج ديالها ستيف، والحكم عليها غادي يكون هو المؤبد. ودابا هنا كتشوفوا بعينيكم على انه بنادم قد يدير اي حاجه على ود الفلوس. وحتى لهنايا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال القصه ديالنا، ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.